تخيل حط نفسك النهارده انت مدير قاعد في الشركه المالتي ناشونال دوت، وشايف في ميديكال راب بيجي لك كل شهر المره الرابعه او الخامسه عمال يقدم السي في بنفسه، وبعد كده بيخش يتكلم مع الادمن اللي واقفين بره، فشفته انت بالصدفه، فربنا حط ده سبب انك بتعرف مين الشخص ده، فتتكلم معاه فتقول له تعالى في انترفيو. الكلام ده حصل مع ناس كتير قوي من اصحابي. انا عايز اقول لكم ان في اول كام شهر انا قعدت في اول شهرين ثلاثه ما كنتش لسه لقيت الجوب اللي انا عايزها، في اول شهرين بالظبط من اتخرجت، بعدها اشتغلت، بعد كده رحت شركه، وبعد الشركه دي كان نفسي اروح لشركه ثانيه مالتي ناشونال كنت بقدم فيها بقالي 12 شهر 12 شهر عمال اقدم، كل شهر اروح اقدم في الشركه دي. وطبعا اللي واقفين على بره الادمنز بيحاولوا ياخدوا منك السي في، يقول لك خلاص هنحطها احنا جوه للاتش ار، فانت بتحاول بقى ايه تخش يعني عارف تكتب اسمه، تحاول تتكلم، تحاول تلاقي تكعبل في اي حد تتكلم معاه عشان تقول لي انا اسمه كذا، تعمل بيتش 1 مينيت اليفيتد بيتش. دي حاجه معروفه جدا في البرزنتيشن سكيلز، ان انت ازاي تتكلم في دقيقه واحده تعمل الستوري بتاعتك. هنتكلم مع بعض احنا في بعد كده في الفيديوهات اللي بعدها انت ازاي تامبروف الستوري تيلينج بتاعك، وتخلي عندك ستوري انترستنج تبقى اللي قدامك قاعد بيسمعها بشكل ممتع في خلال وقت ضيق، عشان ما حدش عنده وقت ان هو يسمع الرغي كتير. طيب دي اول طريقه، انك تقدم اوفلاين على الشركات. كل شهر تحط السي في بتاعك. هتقول لي انا ما عنديش عربيه، هقول لك انا ما كانش عندي عربيه. انا اول ما اتخرجت في اول شهرين ما كانش معايا عربيه، وقعدت الف على شركات الادويه شركه في حته بركب لها ميكروباصات، بروح اقدم السي في بنفسي عادي جدا زيي. كان في 1000 واحد بيعمل الكلام دوت، وناس كتيره جدا، وناس ربنا كرمهم اكتر مني عملوا الكلام ده، يعني مش معجزه عشان بس اقول لك. طيب عملت الاوفلاين استراتيجي، في حاجه ممكن تساعدك برضو جدا، ان انت تخش بقى على لينكد ان تشوف مين الهايرنج مانجر. يعني انت فور اكزامبل دخلت النهارده مسكت اكس من الشركات، عشان انا في الفيديوز مش هينفع اتكلم على اسماء شركات ان سبيسيفيك، بس دخلت على شركه من الشركات المالتي ناشونال او الشركات البيج لوكال، وعرفت اسم المانجر. واحد هو فرانشايز هيد، فرانشايز دايركتور، الاتش ار. هتروح كاتب على السي في من فوق اتنشن تو اسم السيلز مانجر دوت، او اسم الفرانشايز هيد، او البيزنس يونت دايركتور. نفس الكلام بالنسبه للاتش ار، وتقدم في كل مره. ويا سلام واحلى لو انت كمان عرفت ان في فيكنسي موجوده في المكان دوت في البيزنس يونت دي، فانت رحت فيزيكالي على رجلك هناك قدمت في الادمن، ورحت كتبت ان هي توصل للراجل ده. طب في طريقه تانية طبعا اسهل، ان انت لو معاك الكونتاكتس دوت، تليفون الراجل او الهايرنج مانجر او الراجل المسؤول في الاتش ار، او الليدي اللي بتهاير كفرانشايز هيد او بيزنس يونت دايركتور، على طول تكلمهم وتنتروديوس يور سيلف. كان بيحصل كتير جدا ناس ما اعرفهاش ولا تعرف. كان بيجي لي كتير قوي وقت كنت برفع سماعه التليفون وبقول الو صباح الخير، مع حضرتك محمد مجدي، انا خريج كليه صيدله 2007، وعايز اشتغل في كارير ميديكال رابس، واخدت كورسز كتير قوي في الكليه في السيلز، كنت بابلاي في ستودنتس اكتيفيتيز في مجال الكوميرشال، وكان نفسي جدا ابلاي الباشن بتاعي دوت واشتغل في مجال الميديكال رابس، واقدر اشتغل في كارير سيلز. فهل في اوبورتيونيتي عند حضراتكم اقدر اقدم عليها؟ ده اسمه كلوزد اندد كويشن. وممكن تقول عايز اعرف من حضرتك، او عايز اخد من وقت حضرتك 5 دقائق اعرف هل انا فيتنج الكرايتيريا والبروفايل بتاع ميديكال رابس، ايه الحاجات اللي ناقصاني اللي انا ممكن اطورها، ايه الفيكنسيز اللي موجوده عند حضراتكم اقدر اطبق عليها. حضرتك ممكن تساعدني ان اقدر ابلاي في الاماكن دوت، او تريفير مي لهايرنج مانجر يشوف السكيلز بتاعتي. فالبيتش اللي هتقولها في اول دقيقه دي لازم تكون مجهز لها كويس قوي. وانا متاكد النهارده اللي بيسمعني وبيشوفني ممكن يعمل بيتش احسن ب1000 مره من اللي انا بقوله ده. وانا الحمد لله شغال جلوبال دلوقتي في شركه مالتي ناشونال، يعني مش بقول لكم الكلام ده من واحد ضايع، وربنا هو اللي كرمني اولا واخيرا، بس بقول لكم على الاكسبيرينس الواحد الخطوات اللي ممكن اخدها عشان يقدر يتحرك.